ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هندمس الفول، ولازم بقى تشوفوا التكات اللي بتبقى حلوه للفول. انا عملت لكم قبل كده فيديو تاني للفول، فناس بعتت لي قالت لي احنا عايزين فيديو الفول تاني. انا دلوقتي نقع طبعا الفول من امبارح بالليل زي ما انتم شايفين كده، وصفيته وغسلته بميه ساقعه. تمام. وبعد كده هنحطه في القدرة. دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين حطيت الفول في القدرة. لو انت مستعجلة عليه هتحطيه حوالي نص ساعة على النار او ساعة الا ربع على النار، وهيبقى لحد ما ينفش معاكي وينزل ميه سودا. هتقومي مصفياه وغسلاه بميه ساقعه، وهتحطيه تاني في القدره من غير ميه ولا من غير اي حاجه دلوقتي لحد ما تحطي المقادير كلها مع بعض. انا معايا هنا اهو الطبق دوت فيه فول مدشوش وفيه عدس اصفر. تمام. هنغسله كويس وهنحطه على الفول. دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده حطيت العدس الاصفر والفول المدشوش. تمام. هنا بقى التركية الجامدة جدا بتخلي الفول طعمه حلو قوي وريحته حلوة. في ناس بتحط الفول والعدس المدشوش بس، وفي ناس بتحط طماطم مع الفول. لا، انا بحط عدس اصفر وبحط الفول المدشوش مثلا بمقام كبشتين، يعني نعاير بايدينا كده. انا بحط بالكبشه كده كبشه عدس اصفر وكبشه عدس اصفر وفول مدشوش، كبشتين كده بالايد مع ربع فول تدميس. بحط هنا بقى معلقه كبيره من الثوم وبصلايه كبيره حمراء، وببشر 3 جزرات كبار. تمام. ودقه حمراء، معلقه دقه حمراء، والفلفل اللي هو الحامي ده قرن واحد بقطعه زي ما انتوا شايفين. ده كله بيتهري طبعا مع الفول بيخلي الطعم حلو جدا والريحه حلوه قوي. هنشوف دلوقتي. طبعا ده كله بيتهري مع بعض ومع الفول، يعني لما بتيجي تاكلي مش هتلاقي اصلا البصل كبير كده وصحيح، هتلاقيه مهري شويه. الجزر نفس الموضوع. الثوم بيخلي الطعم حلو قوي، الفلفل بيخليه حامي شويه. بعمل ده كله وبحطه مع الفول. اوريكم دلوقتي حطينا الخلطة اللي انا عاملاها تمام على الفول. واحدة مرقة خضروات مش لحمة، وهنحط معلقة كزبرة ناشفة اهي. تمام. وهنحط بقى شوية زيت ومية سخنة، اهم حاجة المية تكون بتغلي زي ما انا بوريك اهو. تمام. وهنقوم حاطين شوية زيت هنقلب كويس. ما نغطيش القدرة دلوقتي خالص غير لما يبتدي ان هو يغلي، وبعد كده يغلي غلوتين علشان خاطر بيبقى فيه ريم ابيض من فوق كده، نشيله بالمعلقة. واول ما يغلي غلوتين نقوم موطين عليها بقى وتغطيه بالغطا بتاعه. تمام. هتسيبيه في ناس بتسيبه 4-5 ساعات. انا بصراحة يعني انا دلوقتي عاملاه الساعة دلوقتي 5. هقفل عليه بالليل على الساعة 9-10 كده، ممكن 11 كمان، عشان خاطر الفول يبقى طعمه حلو، والحاجات اللي فيه بتبقى مستوية والفولة تبقى مستوية نفسها. فانا بخليه على الساعة 9-10 هبتدي ان انا اقفل عليه. وكل شوية لازم تشقري عليه وتقعدي تقلبي بالمعلقة وتجيبي من تحت لفوق. ويا ريت لو عندك شياطة تحطي شياطة تحتها علشان خاطر الفول ما يتحرقش من تحت.
وبعد كده لما تقلبيه كويس قوي، اهم حاجه ان هو ما يتلسعش ولا يتحرق، فتقعدي تقلبي من تحت كويس. وبعد كده طبعا انت موطيه النار عليها، وتقومي عامله تدوقي الفوله، لو الفوله استوت خلاص كده تمام تقفلي عليه، ويكون الحاجات اللي فيه دوت كلها طبعا استوت مع بعضها تمام. فاحنا دلوقتي هنولع النار ونعلي عليها تغلي غلوتين، وبعد كده في الاخر وطي عليها وحطي الشياطه، لو ما عندك الشياطه وطي النار خالص، وتقلبي بقى كذا مره. ولو محتاج ميه هتلاقي الميه بتقل، لو لقيتي الفول ابتدى ان هو يتقل معاكي ما فيهوش ميه، حطي شويه ميه سخنين، ما تحطيش ميه ساقعه خالص تمام. ده الفول بتاع النهارده، يا ريت الفول يعجبكم وتعملوه طبعا عشان خاطر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. لما يبرد تعبوه في اكياس وتحطوه في الفريزر لرمضان، ما بيحصلهوش اي حاجه، او في علب. بألف هنا والشفا.